الحمد لله وكفى صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. من استمسك بالعروة الوثقى فقد نجا ولله عاقبة الأمور. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر ما صام صائم وأفطر، الله أكبر ما لاح صباح عيد فطر وأسفر، الله أكبر ما صدق في توحيده صادق، الله أكبر ما وثق بوعده واثق، الله أكبر ما ذكر باسمه ذاكر، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. أيها الموحدون عباد الله، كل عام أنتم بخير، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا الصيام والقيام، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الموحدون عباد الله، لقد انتهى رمضان، لقد انقضى رمضان، لقد مضى رمضان، وقلوب العارفين له تئن، وقلوب الصالحين له تحن، وقلوبنا تزداد لوعة لفراق هذا الشهر الطيب المبارك. لكن أسوق لك البشريات، إي والله إنها بشريات عظيمة بعد إتمام هذه العبادة وبعد إتمام تلك النعمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا. أيها الأحبة في الله، إن الله عز وجل ينادي على ملائكته ويقول: يا ملائكتي يا ملائكتي، ماذا تقولون في الأجير إذا وفى عمله؟ فتقول الملائكة: يا ربي توفيته أجره ثم أعطيته المزيد. فيقول الملك سبحانه وتعالى: أشهدكم يا ملائكتي أني جعلت صيامهم وقيامهم مغفرة لذنوبهم. ما أرحم الله وما أجمل الله وما أعظم الله سبحانه جل وعلا. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن الملائكة تهبط في هذا اليوم، يوم عيد الفطر، تهبط إلى الأرض. وانظر أيها الأحبة في الله، انظروا إلى رحمة الله تبارك وتعالى، لكي نستبشر ونفرح بفرح الله تبارك وتعالى بعد أن أتم علينا نعمته سبحانه جل وعلا. تنزل هذه الملائكة وتهبط إلى الأرض، ثم تنادي بصوت عال يسمعها كل الخلائق إلا الإنس والجن، فتقول: يا أمة محمد، يا أمة محمد، اخرجوا إلى رب غفور رحيم يعطي الجزيل سبحانه جل وعلا. فالله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. أيها الموحدون عباد الله، افرحوا ووسعوا على أولادكم ووسعوا على فقراء المسلمين في هذا اليوم الطيب المبارك. أيها الموحدون عباد الله، أيها الموحدون عباد الله، فلنستبشر ونفرح بإتمام النعمة. قال ربنا تبارك وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.